العمر 26، حاصل على الإجازة في القانون الخاص بكلية عبد الملك السعدي بمرتيل. الأصل ديالي من شفشاون، من إقليم شفشاون، الفيلاج الجبهة. حاليا كنسكن هنا في طنجة. بالنسبة للمشكل اللي وقع لي هو أنه البارح بالضبط، يعني باش عرفت بهذا الموضوع اللي داير ضجة، أنه كاين الرقم ديالي، حيتاش بحكم كان عندي شي شغل وما شفتش، يعني ما بحثتش في الموضوع من قبل. البارح عاد عرفت الموضوع بالضبط، يعني بأنه الرقم ديالي كاين عند واحد، كاين عند شخص اخر في اللائحه ديال الامتحان، عند شخص اخر بالضبط. يعني فحال تبدل غير الاسم ديالي والرقم ديال لاكارت ديالو، فهمتي كيفاش؟ صافي يعني تفاجأت بهذا الموضوع. وعاد كنشوف، رجعت للائحه اللي قبل، كان كاين واحد المشكل عاود ديال لاكارت، البطاقه الوطنيه شي بنت، يعني الاسم ديالي والرقم ديال الامتحان ديالي، ولكن في الرقم ديال لاكارت عاملين الرقم ديال لاكارت غلط. يعني هادشي من عندهم في الاستدعاء كاين الرقم ديالي صحيح. دابا بغيت شي توضيح من وزاره العدل ولا الجهات المعنيه بهذا القطاع، تخرج شي توضيح توضح لنا هادشي اللي واقع، حيت باقي ما مفهوم حتى شي حاجه. يعني واحد اخر يدير لك بلاصتك الرقم غلط، هادشي يتوضح. بالنسبه للامتحان كانوا الاسئله طبعا صعبين شويه، حيت الكي ام والاختيارات يعني تقريبا متشابهه. يعني خاصك واحد التركيز وتكون مراجع باش تقدر. وهذا الشيء الحمد لله كنت متمكن شويه من المعارف ديالي، وكنظن يعني كنعتقد يعني ندوز ان شاء الله. علاش لا؟ اش غنقول لك، طبعا يبقى فيا الحال بزاف، حيت كتشوف المجهود ديالك داه واحد اخر، وانت كنت بحال تعتبر مجرد قنطره باش شي واحد اخر يحقق الحلم ديالو على حسابك انت. وفي الدار مثلا العائله ديالك، الوالده باش عرفوا هادشي هذا، يعني ما غيبقى فيهم الحال بزاف، فهمت؟ الرساله الوحيده اللي كنبغي نوجه بخصوص هذا الموضوع هي بغيت شي توضيح، انه نعرف المشكل بالضبط شنو هو، حيت علاش الرقم ديالي كاين عند واحد اخر، يعني تبدل الاسم ديالي بهذا اخر، الرقم ديال لاكارت علاش مغلوط. يعني المشكل ماشي ديالي، وبغيت نسترجع حقي، ندوز الامتحان، علاش ما يمكنش نسمح في حقي. يعني الخطوه الاولى هي انني قدمت الشكايه ديالي لوزاره العدل على الموقع ديالهم الخاص بالشكايات. صافي هادشي اللي كاين حاليا.